بطلنا النهاردة من سوريا خاسين 50 كيلو بعد ما كان عندنا ثبات وزن وعدم نزول وكوليسترول عالي جدا جدا جدا، والحرق بتاعه قليل خالص. حاول كتير جدا ومعرفش، وكان عنده مقاومة الانسولين عالية، وكان خلاص الدكتور قايل له انت لازم تاخد علاج للسكر. قلت له لا، ما عندناش الكلام ده، انا هخسسك. قال لي ازاي يا دكتور هتخسسيني؟ ده انا باكل 10 ترغفة. قلت له لا، مفيش الكلام ده، هظبط لك اكلك وهظبط لك الشهية بتاعتك من غير ما تاخد اي حاجة من ادوية السكر خالص. عملنا ايه؟ هقول لكم الاول، بس هقول لكم هو كان مقاسه كام. كان بيلبس 5 اكس لارج ودلوقتي بقى بيلبس ميديم. كان 130 كيلو وبقى 80 كيلو. انتوا متخيلين اصلا الفرق عامل ازاي؟ هو نفسه ما كانش مصدق ان هو هيوصل للنتيجة دي. الكوليسترول بتاعه اتظبط، الكورتيزول اتظبط، مقاومة الانسولين اتظبطت، كل فيتامينات جسمه اتظبطت، حتى الحرق بتاعه بقى احسن بكتير، صحته بقت احسن. كان بيشتكي ان هو عنده نهجان وتعب من اقل مجهود، لكن الحمد لله هو فعلا جالنا من سوريا مخصوص علشان يخس معانا بعد ما في زمايله كتير خسوا معانا. قلت ايه ده، انا لازم اروح عند الدكتوره دي. ما كانش مصدق ان هم خاسين من غير ما يعملوا عمليه. كانوا بيقولوا لهم لا انتوا اكيد بتضحكوا علينا. بس لما جه وجرب بنفسه الميزوثيرابي عندنا، عرف ان النتيجه عندنا فعلا مختلفه. وصلناه لنتيجه التكميم من غير جراحه. عملنا له تكميم معده بدون جراحه، الشهيه بتاعته اتظبطت جدا، الحرق بتاعه بقى في السما ما شاء الله. خسينا 50 كيلو بعد ما كان اصلا ما عندوش امل ان هو يكسر ال100. اول ما كسرنا ال100 قال لي يا دكتوره ممكن بس اكسر ال90 وخلاص واثبت. قلت له تمام. كسرنا ال90 قال لي لا، انا لازم اجيب ال80، خلاص انا كده بقيت تمام، انا مستعد ان انا اكمل. فالحمد لله دلوقتي احنا بقينا 80 كيلو بعد ما كان ما عندوش امل خالص ان هو يظبط اكله، بعد ما كان مانع كل حاجه، ما كانش بياكل كل حاجه وكان برضو بيزيد. ياكل يزيد، ما ياكلش يزيد. عملنا له ايه؟ عملنا له نظام كسر الثبات 3 6 9. ده فرق معاه جدا. عملت له ميكس بين انظمه كتير جدا عملتها له، طبعا كل ده على حسب حالته، على حسب التحاليل بتاعته، على حسب الفيتامينات بتاعته في جسمه ايه. الانبادي بيطلع لنا كل حاجه وبظبطها له. الحمد لله الحمد لله ان منطقه الدهون العنيده في جسمه كسرناها وتخلصنا منها، والخلايا الدهنيه نفسها قلت. وده ساعدني جدا ان انا دلوقتي مثبتين على وزننا ال80 كيلو، ويمكن كمان بقينا 75. بس انا مش عايزه اقول كده علشان ايه؟ عشان الناس ما تقولش بقى احنا بنخس وبنثبت. طبعا احنا بنخس وبنثبت وبنخس كمان في التثبيت. يعني في ناس نزلت معايا 5 كيلو 10 كيلو واحنا بنثبت. فالحمد لله بطلنا زياد خاسس معانا من سوريا، نورنا. هو فعلا فعلا من الامثله المشرفه جدا، وانا مبسوطه جدا ان هو جالنا ونورنا في المركز، خس معانا ونورنا. وفعلا كان ملتزم وكان بيسمع الكلام في كل حاجه، ما شاء الله عليه. ربنا يبارك له يا رب على النتيجه اللي هو وصل لها. انتوا لو شفتوه في اي حته قولوا له ان احنا خلاص عرفنا السر. انت مش عامل تكميم، انت عامل تكميم بدون جراحه. التكميم بدون جراحه عند دكتوره شيرين عويس مختلف عن اي حد تاني. النتيجه اللي هتوصل لها هنا من غير ما تقص معدتك ولا تلعب في هرموناتك. احنا بنظبط لك الهرمونات دي من غير اي تدخل في الهرمونات، وهظبط لك كمان الشهيه وهظبط لك حجم معدتك من غير ما اقص منها حاجه. ده هيفرق معاك جدا. مش بس هخسسك، لا ده انا كمان هثبتك. التثبيت عندنا مختلف مختلف مختلف. هتثبت بالسنه والسنتين والثلاثه والخمسه كمان وانت على نفس الوزن. وده اللي هيفرق النتيجه بتاعتنا عن اي حد تاني. صدقني النتيجه هنا مختلفه عن اي حد. اقول لكم كمان على مشروب كان مواظب عليه وكان بيشربه كل يوم. كان بيشرب معلقه خل تفاح على كوبايه ميه قبل الاكل بربع ساعه كل يوم. كانت بتفرق معاه كتير وبتعلي معاه الحرق. اعملوها انتوا كمان وتابعوا معانا. ولو عايز تخس زي زياد ابعت لنا او اكتب لنا في الكومنت وانا هرد عليك بالتفاصيل. نظام مناسب ليك مناسب لحالتك عشان تخس ومترجعش تاني، لان السمنة بقت مرض لازم نعالجه عشان ما نلجأش ان احنا نقعد ناخد ادوية سكر، ادوية كوليسترول، ادوية ضغط، ادوية عظام. بدل كل ده انا اخس واعيش بصحتي، اعرف اتحرك كويس، اعرف اعمل المهام اليوميه بتاعتي، اعرف اروح شغلي، اعرف اتكلم مع ناس، اعرف اشتغل لو انا قاعده في البيت، اعرف اظبط مهامي في البيت، لو انا بخرج وبشتغل بره اعرف ان انا اعمل الحاجات دي.
كل ده هيفرق معاك. اصل انا مش مجرد ورقه وخلاص، احنا ما بنكتبش ورقه ثابته لكل الناس، لا احنا كل حد بينورنا في المركز بنكتب له نظام خاص بيه، ده بيكون على حسب حالته. فده هو ده اللي بيديني نتيجه كويسه، نتيجه ثابته، نتيجه ما يحسش فيها بحرمان ولا بجوع خالص. انت معانا هتاكل كل حاجه وهتخس. ازاي هتاكل كل حاجه وهتخس؟ جرب بنفسك وانت تشوف. هتاكل كل حاجه نفسك فيها وهتيجي توزن هتلاقي نفسك نازل. هتاخد الفري هتيجي توزن هتلاقي نفسك نازل. مش هتاخد فري برضه. بص انت لو جيت لنا هنا انت هتخس. هتكسر ثباتك ازاي؟ تعال عند دكتوره شيرين عويس تيجي تكسر ثباتك هنا. ما جتش مفيش خساسين، هتفضلوا زي ما انتوا كده. خليكوا بقى انتوا حرين، انا قلت لكم وانتوا حرين.